هذا البرنامج برعاية بيت الجملة. كابتن كيتا، انجازات فريق الكره بالاولمبي تحققت في الصعود مع غير ابناء النادي امثال كابتن مصطفى يونس والراحل كابتن عبد الرحيم محمد. لم ينجح من ابناء النادي سوى الراحل كابتن بوري، يعني طبعا الاسم المعروف رحمه الله عليه، و من انجح المدربين اللي تولوا قياده النادي الاولمبي. ما هي الاسباب من وجهه نظرك كابتن كيتا؟ يعني النجاح ينسب لغير ابناء النادي الاولمبي. خليني اتكلم من منطلق شغلي اكيد مع النادي. طيب. وبتكلم معاك في العموم يعني. تمام. خد بال حضرتك، اول حاجه معلش، هل ينفع يبقى مرجع الكوره في النادي الاولمبي استاذ حسن مفيد؟ هل ينفع يبقى ده مرجع للكوره؟ لا طبعا. هل ينفع يبقى مرجع الكوره استاذ ابو الكاس؟ واخد بال حضرتك؟ لازم انت عندك رموز في النادي الاولمبي. انت عندك كابتن مصطفى شتا، عندك كابتن سيد طباخ، عندك كابتن حليمو، عندك كابتن كابتن عصام ابو ضيف. يعني انا مش عاوز انسى حد، كابتن دكتور سراج، عندك كابتن محمد، عندك ناس. انا مش عاوز انسى حد، انا اسف عشان ما حدش يزعل مني. يعني خليني اقول كده، ان انا هقول لحضرتك على واقعه حصلت معانا شخصيا. اوعى تسمع كلام فلان وفلان اللي بيتقال جوه واللي بيحاول يوصل له الكابتن ناصر. كابتن ناصر خلي بالك في جزء برضه مظلوم فيه. كابتن ناصر مش بتاع كوره، واخد بال حضرتك؟ فبيحاول يدي الفرص ويدي الناس تشتغل. انت في كذا، ما دام انت بتاع كوره، ما دام انت كنت معاصر الكوره، وكل واحد طبعا بيتكلم ان هو كان فتح يعني حاجه عظيمه في الكوره. فالناس دي ناجحه، وانا بخص بالذكر ايهاب الكاس حسن مفيد وايهاب الكاس، ناجحه انها تبعد الناس الرموز دي عن الكوره. في للاسف رموز يعني خسفه حلوه باسم النادي الاولمبي الارض. في كده، في ناس كده، وانتوا عارفين انا مش عاوز اتكلم اول ما اقول اسامي، واخد بال حضرتك؟ احتراما للسن برضه، واخد بال حضرتك؟ لكن في رموز محترمه للنادي الاولمبي، واخد بالك؟ وانا الكابتن مصطفى شتا، يعني انا مش جاي اوقع بين الناس. انا في حاجات كنت برد ردود، مش برد كده عادي. انت لما تيجي تتكلم عن اي حد من الرموز دي قدام مني فلان ولا فلان، انا كنت بكلك. مش عاوز اقول اسامي عشان برضه ما ابقاش اوقع بين الناس. يعني انا كنت بكلك بمعنى الكلمه، وانا بحفظ الجميل كويس جدا. انت فاهم قصدي؟ ان انت مين جنبهم؟ انت مين في الكوره؟ ده جاي تقول لي ناشئين؟ وده انت اصلا فكره انا كابتن، انا تعب في فرقه مستقبل النادي الاولمبي دي لا تتخيلوا. انا جاي لما انا قلت معلش، انا قلت لحضرتك موضوع ان انا عاوز ابناء الاولمبي موجودين. السن الكبير ما كانش فيه عدد كبير، مش غير اسلام وكم واحد وفلوسه وخرشد. دول انا كنت بعتبرهم دول على قوه الفريق الاول. خلاص دخلتهم مع الفريق الاول اصلا، يعني في عدد الفريق الاول. ليه انا عملت مستقبل النادي الاولمبي؟ لان من 2005 معلش انا عاوز اتكلم في النقطه، انا اسف انا عدتني. ال 2006 وال 2005 فيهم لعيبه كويسه جدا في النادي الاولمبي. فانا كنت عملت فرقه. انا كابتن في مدير فني في النادي الاولمبي في تاريخه جاب جهازه كامل، وقعد 3 اسابيع يمرن كل ناشئين النادي الاولمبي، رشحهم الدكتور سراج عشان يطلع منهم الكويس. وفي الاخر لما لقيت السن الصغير اللي بيضيع ده في النادي الاولمبي لقيته كويس، فرحت عامل تيم اسمه مستقبل. قلت لا امل ولا عمر، مستقبل النادي الاولمبي. مين بيمرن التيم ده؟ انا بشرف عليه بنفسي، ومعايا الكابتن منعم رشح لي، قال لي اختار حد، كنت جبت الكابتن يسري. انا اصلا الكابتن يسري من الناس اللي انا يعني كنت عاوز اجيب معايا الفريق الاول، لكن قلت هو افضل في الناشئين يشتغل، يعني افضل يطلع لنا حد كويس ويبقى في حلقه وصل. التيم ده انا كنت بمرنه بنفسي. انا كنت بلعب مع جمهوريه شبين، التيم ده يلعب التايم الثاني، بلعب بروكسي التيم ده يلعب التايم الثاني. ولعبت مع الاتحاد لما جبنا الكابتن طارق العشري وعملنا زي ما انت كنت فاكر. انا كنت بمرنه بنفسي وعامل قوام للتيم، في تيم من 24 لعيب، دول تيم مستقبل النادي الاولمبي. ليه تقول لي ما لعبت؟ طب انت التيم ده ما لعبتش، ليه ما لعبتش فلوسه، ما لعبتش خرشد؟ انا لعيبه الفريق الاول في الفتره دي رجلهم بتخبط من الناس والكلام. فانا كنت مستني الفرصه ان انا ادي دور، واخد بال حضرتك؟ الراجل ده، وانا برضو غلطت ان انا سمعت الكلام. لا انا زي ما كنت يعني بجيب حقي وحق النادي، كنت برضو صممت. بس انا قلت بقى انا كل هفضل انا عاوز اركز شويه، كل شويه عراك. خدت 11 لعيب منهم بس موجودين معايا، حتى الناس بقول لك ناشئين. هات لي ناشئ من اللي موجود دلوقتي، حد كان يعني الناس مكتشفينه وطلعاه. الناس دي كلها، اللعيبه دي كلها كانت بتتمرن معايا السنه اللي فاتت. لما جيت الفرقه ما رضاش اجيب لها طقم فنيات، ورحت اشتغلت انا بالمجموعه ال 11 دول، طلعت 11 لعيب اسلام وخرشد وفلوسه ومازن ومنير ومصطفى وعلاء ومصطفى نادر وبلال والنسر والشيخ. كل دول موجودين معايا بيتمرنوا مع الفريق الاول. انا كده عندي العدد قليل، ودول موجودين خدوا فتره اعداد وشغل
الحاجه الوحيده اللي جالوا مني فيها برضو يعني عشان بتقول لي معسكر، رفضوا ان انا اخد معايا اللعيبه دي المعسكر، رفضوا ان اخد جزء منهم، لا يجوا لك على هناك وكلام من ده، وبرضو كنت انا رافض. لكن انا حبيت اكبر الناس اللي معايا، مش عاوز يعني انا جبت ناس يعني فيصل انا جبته برضو كانوا رافضينه، كان في ناس منهم كتير رافضينه، وانا جبت، فمش عاوز اصغر فيصل ولا اصغر مصطفى ولا اصغر الناس اللي كانت موجوده معايا، واخد بال حضرتك؟ فالنهارده معلش هرجع تاني لسؤالك، هل اللي يخطط للكره في النادي الاولمبي حسن مفيد وهاب الكاس؟ لكن في رموز للنادي الاولمبي طبعا. يعني حتى لو انت شايف اصل انت تيجي تقول مثلا اصل فلان ده بيعمل، اصل فلان، طب ما في ناس محترمه، في تحافظ على الكابتن مصطفى شتا، في تحافظ على الكابتن سيد طباخ، في تحافظ على الكابتن حليمو، على الكابتن عادل، كل الاسامي اللي انا قلتها دي، واخد بال حضرتك؟ فعشان كده الفترات دي عمر الناس دي اصلا، ركز كده السنين اللي فاتت كلها ممنوعين ان هم يخشوا في اي حاجه، ويعتبروا ان هم بيحاربوا النادي وبيعملوا وبيسووا. لكن الناس دي مش عايزه حاجه، يعني الكابتن مصطفى شتا مش عايز يبقى مدير فني، الكابتن سيد طباخ مش عايز يبقى مدير فني. ده يا كابتن انا كل مباراه كنت بطلع منها الاقي الكابتن مصطفى شتا والكابتن سيد طباخ بيكلموني. انا في السعوديه الكابتن سيد طباخ كابتني واستاذي، يتصل بيا، طب ايه اكيد عامل ايه، اخبارك ايه يا ابني، طمنا عليك، انت فاهم؟ فانت باعت كل الناس دي، عشان كده عمر الاولمبي ما هياخد خطوه طول ما دول مش موجودين. ومعلش انت بتقول يعني استاذ حسن مهدي طلع يقول لك احنا بيتفاخر ان احنا الاولمبي هنرجعه الوضع الطبيعي، او ماليش دعوه بالالعاب الثانيه، هنرجع الوضع الطبيعي. انت 4 سنين اصلا واخد الكوره في الاولمبي، الناس زعلانه انها في الدرجه الاولى وبتتعارك على الدوري الممتاز. لما انت ترجعها للدوري الممتاز، للدرجه للمحترفين او اللي هو الممتاز به، يبقى انت كده عملت انجاز يعني، ولا ال4 سنين انت صفر، انت هتبدا من الصفر. انت واخد بال حضرتك؟ فايه ايه اللي اتعمل في كده؟ الانجاز يتحسب للمدير الفني وللعيبه. هم دول تعبوا واشتغلوا، انت ساندتهم، لكن انت ما عملتش حاجه انك توصلتهم للصفر اللي كانوا فيه، اللي لسه هيبداوا منه. طب كابتن كيتا، هل ترى او تشعر ان بعض او الغالبيه العظمى من المدربين ابناء الاولمبي ما بيحبوش الخير لزمايلهم ولا يحبوا النجاح لزمايلهم من لا طبعا، لا طبعا، انا مش انا قلت لحضرتك واحد زي الكابتن، انا قلت لك الكابتن مصطفى شتا بتاريخه ده بيكلمني يا ابني كذا وفرحان ان ابنه بيعمل كذا، كابتن سيد طباخ. لكن في ناس لا، انا مش عاوز اذكر كل الاسامي عشان ما ابقاش شاورت. انت فاهم قصدي؟ هو بيقول لك لما يجي فيها جون، رمز بيتنطط عشان دخل فيها جون. لما يجي جون انت اللي شفته وجيت قلت لي واحد جنب منك ماسك السور عمل كده كانه بيلعب تنس، انه جاب في فرصه. انت فاهم قصدي؟ هو ده يا كابتن. لما حاربتني في كل انا بص يا كابتن، انا كلامي البعض اللي انت بتتكلم عليهم، انت حاربتني في كل الجهاز اللي انا جبته وكيت، اشمعنى وانا فلان عاوز يجي وهات لي فلان وانا ما جيتش وفلان وكذا وكذا. طب عملتوا ايه لما الجهاز ده جه غيري والجهاز ده برضه موجود؟ ايه اللي عملتوه؟ مساندات وكلام من ده. طبعا مساندات انا اعلم ان ربنا يكون في عون احمد سمير اعلم انها كلها مش من القلب. انت فاهم قصدي؟ لكن انا لا، ربنا يوفقهم، وفي ناس محترمه في الاولمبي، في ناس بتحب الاولمبي اكيد طبعا، في جمهور. على فكره يا كابتن، الناس الكبار بتاع النادي الاولمبي ده يا كابتن تخليك اقسم بالله يا استاذ صلاح ما حد يخلينا قاعد على الاستاله غيرهم. استاذ مجدي عبد السلام، الاستاذ الحاج سيد عوف، الحاج سيد فريد، حسن علي حسنين، الناس دي كانت شايفه في ابنها كيتا انه ممكن يعمل حاجه، على الرغم ان في جزء منهم بسيط نجح حد في المجلس ان هو لا ده احنا عملنا له، ده كيتا اللي عمل، ده كيتا اللي سوى، واخد بالك؟ وهم في يعني ناس كبيره ممكن انا اعذرهم، واخد بال حضرتك؟ انما في ناس مخلصه في النادي الاولمبي. مباراه دمنهور وانا في المجلس مع الكابتن ناصر المحترم الاستاذ حسن مفيد، بقول له الجماهير ولازم، قال له خلاص احنا ما عندناش جماهير في النادي. مين؟ احنا ما عندناش جماهير، لا شويه اعضاء. مين قال لك انا عندنا جماهير؟ جزء يعني انا خلي بالك، انا لو هحكي حاجات، بس انا مش عاوز اقول اسامي عشان اوقع، ولا عاوز اقول حاجه اتحاسب عليها قانونيا، ولا عاوز اقول كلمه انا طلعت لك قلت لك دي صفحه سمسار ولا صفحه عضو مجلس اداره. انا مش عاوز اقول حاجه اتحاسب عليها قانونيا، انا برضه بفهم قوي يعني مفيش مشكله اتوقف اتعامل اعرف عادي غصب عنك، ما عنديش مشكله، فاهم قصدي ايه؟ انما قانونا انا ما احطش نفسي في الكلام ده. تمام. كابتن كيتا، من وجهه نظرك تعرضت للظلم من المجلس الحالي؟ الحالي والسابق والسابق والسابق، انا يعني مش عاوز اتكلم على، بص انا في النادي الاولمبي والله العظيم يا كابتن وليد،
انا لو هحكي لك مسيره، عارف انت اسمها الشهد والدموع ولا اسمها ايه؟ الشهد عارف طه حسين لما كان بيبربش ويعمل كده. بس انا عارف اقول لك على حاجه، انا من الناس اللي كل ما تديني طوبه واخد بالك اديك دماغي تاني واخش في قلبك. يعني انا اعشق، يعني بموت في التحديات. انا في اوضه النادي الاولمبي دي، يعني انا على فكره بس بهزر السابق والسابق، لا انا كنت مع مجلس الاستاذ احمد عفيفي، كانوا جبهتين، وكان الجبهتين بيحترموا كيتا، لا كنت هنا ولا هنا ولا هنا، شغلي فقط لا غير. مع مجلس الكابتن طارق سعيد. الكابتن طارق ده كابتني، وطول عمره صاحب عيلتي وصاحب اخواتي. الكابتن رمزي وكابتن النادي الاولمبي والحاج سعد والحاج عادل، يعني صديق مقرب لنا جدا. في ناس نجحت مع الكابتن طارق انها يعني ايه، يعني توقع بيني وبينه، واخد بال حضرتك؟ وفي جزء هو انا مقتنع بيه. انا بص يا كابتن، هو قال لي انا اشفقت عليك ان انت يا كيتا يرتبط اسمك بوجود يرتبط النادي اسمك الأولمبي. بكذا، بدليل انه بعد كده هو الراجل بعد كده كلمني وقال لي لا يعني تكون موجود وكذا وكذا. انا مش من الناس عشان اتوعد اشكر، انا بتكلم بصفه عامه، واخد بال حضرتك؟ نار الكابتن طارق بالنسبه للكوره ولا اي جنه ثانيه، بتكلم على الكوره مش دعوه باي انشطه، ولا جنه اي حد تاني بالنسبه لكره القدم اللي هي النادي، يعني اللي هي النادي الاولمبي، واخد بال حضرتك؟ ليه احمد ابو زهره انا راجل، او مصطفى ابو زهره واحمد انا بعتبرهم مثلا زي اخوات ليا. مصطفى ابو زهره انا ببقى قاعد على القهوه معاكم بلعب ولا هنا ولا هنا، لا اعرف اللي بيحصل في الجلسات ولا اللي كلام من ده، ولا في تربيط ولا هو ولا كلام من ده. هو بكر الله يرحمه بيتعاركوا عشان كده يبقى مدير فني، وانا مش عارف حاجه. انا مش، الناس مفكره ان الناس كده لا ده في تربيطات، ايه اللي يكلم فلان، ولا اعرف حاجه ولا اعرف اي حاجه. انا 9 سنين كل مدرب جه النادي الاولمبي يا كيتا يا فلان يبقى فلان، يا كيتا يا فلان يبقى فلان، يا كيتا يا فلان يبقى فلان، واخد بال حضرتك؟ وما بيأس، بشتغل انا يا كابتن وليد، وانا عارف ان انت يعني انا بشتغل في دوري الدرجه الثانيه السعودي. قيس حضرتك بس دوري الدرجه الثانيه السعودي ب5 محترفين، واخد بال حضرتك؟ دوري الدرجه الثانيه السعودي ولا المحترفين وفرقه في الممتاز قليله شويه، انه اقوى؟ اكيد. انا ربنا معوضني اخر عوض من جميع النواحي، واخد بال حضرتك؟ بحاجه واحده بس، بالنيه ان انا بشتغل، عاوز افيد بيتي وعاوز اشتغل وعاوز اقاتل. انا بسيبك هنا بروح اعمل، يعني بسيب هنا ما بكملش اسبوع ببقى في مكان تاني. هو كيتا ده مين في مصر عشان لما يشتغل 18 سنه في التدريب، من اول ما قال لي تدريب اشتغل 2 ناشئين و4 مواسم مدرب عام في النادي الاولمبي، ونتيجه حاجات برضه قلت لا مش هشتغل مع حد وهشتغل مدير فني بس. ال 13 سنه دولت انا ما عنديش سنه قعدتها في بيتي بفضل الله، ولا تنازلت. يعني انا بقى قاعد كده ما عنديش شغل، يجيني نادي في درجه محترمه لكن انا شايف ان ما نافسش، ما اخدش خطوه، اقول لا يا ابني انت وكل استاذ صلاح وانت واخونا زيزو، يا ابني انت حرام، يا ابني ما تشتغل، يا ابني ما هو جاي ده فلان ده بيتعارك عليها، ده فلان ده كذا، لا ما اشتغلش. الله يرحمه الحاج اسلام، من اول ما طلع هو كل سنه يكلمني اختلف معاه في حاجه، ولما رحت اشتغلت انا الوحيد اللي في نادي المجد اللي قلت شكرا، بكل احترام للحاج اسلام ده الله يرحمه حبيبي، لكن الاسلوب لا يتناسب معايا. طب كابتن كيتا، يقال ان كيتا تولى تدريب فريق الاولمبي بالضغط الجماهيري على اداره النادي يعني وصفحات الفيسبوك، فما مدى صحه او عدم صحه ده يا كابتن ده كان كلام مين؟ كلام الناس اللي هي زي ما اقول لحضرتك، لو انا كنت استخدمت الفيسبوك ده، لو انا عندي انا كنت الفيسبوك ده بستخدمه عشان خاطري ما تتكلمش. الفيسبوك ده طب ما تخلينا اتكلم عليكم انتوا، هو انا كنت بديكم فلوس عشان تقولوا كيتا؟ لا طبعا. هو انا كنت بقول لكم كذا؟ يعني مثلا انا اسف والله العظيم ما مجهز الكلام، انا كنت بقول لكم كذا. واحد زي الناس الجماهير بتاعت النادي الاولمبي دي اللي سمعتها، الواحد زي عم عاطف ده قبل كده في ماتش فاركو ادى الرويني، فاكر انت؟ اداله 200 جنيه من جيبه. انا هقول له اعمل كده ليه؟ هقول له اقسم بالله العظيم انا لاسرتي ولا الناس المقربين مني انا كنت بتعارك معاهم عشان اقول لهم ما حدش يكتب عني حاجه، من فضلكم انا طول عمري لوحدي وسيبوني اقاتل لوحدي. اقسم بالله العظيم على اللي انا بقول عليه الكلام دوت. وانا اللي كان بيتكلم، معلش انا يعني حتى السنه الاخيره دي بالذات كمان اي حد يعني بيشوفني يقول له عشان لو بتحبني ما تكتبليش حاجه، لو بتحبني ما تقوليش حاجه. الناس بتاعه الاولمبي اللي هم بتوع النادي الاولمبي ذات نفسهم اللي كانوا بيكتبوا، اللي هم موجودين في النادي كل يوم، اللي انت ذات نفسك والحاج ابراهيم الشيخ والناس اللي كانوا قال لك كيتا كان راي عام في النادي الاولمبي، اللي لما يجي الكابتن مصطفى كيتا راي عام في النادي الاولمبي ما بين جماهيره وما بين اعضائه. القصه كلها
ازاي نخلص من ده؟ القصه بالنسبه لي مش للكابتن ناصر على فكره، ولا احمد ابو زهره ولا نيريرا ولا هشام حمدي. القصه كلها بالنسبه للاثنين اللي قلت لك عليهم، احنا لازم نخلص من ده. فاهم وجهه نظري؟ ده لازم نخلص منه عشان خاطر ايه؟ نخلص من القصه دي، نخلص من الراجل ده. واخد بال حضرتك؟ انما بالعكس انت بتخلص مني من هنا، ربنا بيعوضني باحسن منك بكتير من هنا. يعني النادي اللي عندي احسن من اي حد، لكن ربنا بيعوضني باحسن، يعني بحاجه احسن منك بكتير بفضل الله سبحانه وتعالى يعني. كاشخاص يعني مش كيان. لا كيان النادي الاولمبي فوق الجميع. تمام. الاولمبي فوق اي حد بالنسبه لي انا. تمام. انا بالنسبه لي دلوقتي احمد سمير ولا الاولمبي قال لي تعالى امسك طبله واقف في المدرج، هقف. ما عنديش اي مشكله على فكره خالص. وعلى فكره انا اعلم تماما، انا بعيد وازيد، احمد سمير عارف ان هو محترم. انا متاكد ان يعني ربنا يصلح لهم الحال، يعني سبب رئيسي في حاجه زي كده. ده ممكن يقول لك ده كيتا بيقول عليك، ده كيتا مش عارف كذا، ما حصلش حاجه. انا في موقف حتى اخويا كتبه كلمني اخو سمير الصديق ليا، قال لي، قلت له يا كابتن، قلت له حالا دلوقتي لو سمحت كذا، وخليته شال الكلام. وانا لما بشوف انا كنت بقول لك عشان خاطري، يعني مثلا يحصل حاجه اقول لك انا هخلي ما حدش يتكلم، ما حدش يا فلان ما تتكلمش، يا فلان سيبني في حقي، يا فلان انا ربنا بيجيب لي حقي ثالث وثالث، اتكلم ليه؟ صح كده. طب انا اللي انت وجهه نظرك موضوع الكابتن طارق، انا طلعت اتكلمت؟ لا. ولا قلت انا كل التوفيق للنادي؟ طلعت سبتهم مع عبد الناصر قلت كل التوفيق للنادي؟ انا ايه اللي عمله؟ لكن انت لما رئيس النادي كابتن ناصر عفويا قالها انا عارف، لكن اتقالت صح ولا لا؟ صح. لما الاستاذ ايهاب ده يقول كده، لما الاستاذ حسن ده يقول كده، لما المدير الفني يقول كده، لا انا لازم اتكلم. طبعا. حق ان انا اتكلم. طبعا. كابتن كيتا، على الرغم من مجموعه اللعيبه اللي انت سردتها، لكن هناك بعض التهمات، نسمع الوجه او الجنب الاخر، هناك بعض التهمات بان كيتا قد تعاقد مع عدد من اللاعبين او بعض من اللاعبين دون المستوى. حلو قوي. بالعكس انا نقول اللعيبه الاول عشان خاطر نبقى احنا ايه. طيب بص يا كابتن، علي عوض ومين تاني؟ علي عوض استمر في الفرقه. قالوا اولا من ناحيه الجوان مفيش جوان زي ما اتفقنا، دي اللي كانت الديفول عندنا. هموت ان انا اخلي مرضي يقعد، ودي كان غلط ان انت مستني لما يخلص الدوري عشان تتعاقد معاه. ما عرفتش اخليه يقعد. قال لي يا كابتن انا معاك في اي حته واسافر معاك واروح، لكن انا الاولمبي مش هقعد. ناحيه الجوان ما كانش فيه حد، فانا جبنا طلعت. حد كان يختلف ان طلعت لما يشتغل في دوري زي دوت يبقى فيه مشكله؟ لا طبعا. جاي من ابو قير وكان لاعب مرات النادي الاهلي، كنت شايفه عامل ازاي وكلام من ده. ادي طلعت. سمان انا كنت جايبه جون ثالث، ما عنديش جوان اصلا. واخد بال حضرتك؟ الخويسكي انا قلت لحضرتك الخويسكي راجل من ولاد النادي، لكن كان قاعد شويه وما بيلعبش. جبته عشان انا اسف يعني اكمل لا، ما هو لعيب كويس يستحق. جبته عشان يبقى موجود، لعل مثلا مع الوقت يرجع لمستواه، وفي نفس الوقت اداني حته ان انا هجيبه ببلاش. طيب الملك، ايه راي حضرتك في الملك؟ هو مستمر طبعا. ماشي. معتمد اللي كان موجود من ابو قير وكان مكسر الدنيا في ابو قير وعمل موسم كويس مع النادي الاولمبي. واخد بال حضرتك؟ علي عوض لا خلاف عليه، نجحت ان انا اخليه يقعد. اسلام غلاب من هدافين الفرقه. تمام. كمال الظهير الباك ليفت، جبته من هدافين الفرقه باك شمال. واخد بالك؟ محمد سعيد انا جايب، ما عنديش خبره اصلا، ما عنديش اصلا لعيبه، فانا عاوز اجيب ناس خبره تمسك لك. كنت اللي امسك. ومنين محمد سعيد؟ من الاتصالات. وده اللي كان حاصل يعني. واخد بال حضرتك؟ لو هيتحسب عليا يعني مثلا لو انت يعني محمد سعيد كذا، حمدان النادي الاولمبي كان هيموت عليه، ما كانش عارف يجيبه، جبته. حسان كان عامل مطوشه، كان النادي الاولمبي بيطلع اللي هو الاسمر ده هايل ده كذا، وانت كنت شفته بنفسكم ماتشات اللي كان شغال فيها في الاول. المباراه اللي لعب فيها هو مصاب كان سيء، لكن كان شغال كويس. احمد سليمان شغال زي دلوقتي مكسر الدنيا. لعبه وامير حجازي، دول اثنين انا حزين النادي الاولمبي سابهم. انا حزين ان دول النادي الاولمبي سابهم. دول الاثنين جايين من دوري ممتاز، والاثنين مكسرين الدنيا دلوقتي بيلعبوا. بص يا كابتن، عاوز تقارن اللعيبه اللي انا جايبها باللعيبه اللي كانوا جايبينها السنه اللي فاتت وكان شريك فيها الاخ اللي انا قلت لك عليه. شوف دول فين ودول فين، شوف دول جايين منين ودول جايين منين. بس خليني اكمل لك. عماد السيد كان احسن هاف اللي كان بتاع هلال مطروح، كان عاوزه بروكسي، واسال فيصل واسال بتاع بروكسي اسمه محمد حامد، كان هيموت عليه ايمن المزين ومكلمه وقال لي انت خدته مني كذا. امانه الله اللي عرف يجيبوا لي فيصل بعلاقاته مع الاتصالات، وقال لي محمد حامد لو دخلت فيه ما باخر ما بينه وبينك. واكلم ايمن قال له يعني ايمن انت مستني اللاعب اللي احنا عاوزين نجيبه في الاولمبي بتجيبه، وجابه. كان احسن هاف في الدرجه الموسم اللي قبله. تمام. حسن طارق انت اللي تقول عليه مش انا اللي اقول عليه. لعيب طبعا من عدد الاتحاد ابنكم يعني نادي الاتحاد. احمد غريم احنا جبنا اشتغل اولا، ادى كويس وادى المطلوب منه، وانا قلت لك انا جبته ليه؟
عبد الستار كان كل الاولمبي عاوز يمشي عبد الستار. لما جبت على الستار كان من نجوم الفرقه معايا، واخد بال حضرتك؟ قال لي انا اللي نجحت في عاده ان هو يجدد عقده. قلت له هاخدك معايا السعوديه، وقعدت وكيلته. وفعلا السنه دي كنت عاوز اخد اليو معايا، جبت له 1.4 مليون. النادي طلب 1.5 مليون. انا مش ماليش دعوه، انا وفيت بوعدي مع اليو، واخد بال حضرتك؟ وجبت يعني شوف برضو فرق الاستثمار والعين. انا خدت اوين من نادي لافينا الافريقي بتاعهم. شوف الناس اللي عاوزه تستثمر، انا خدته عرب بلاش. النهارده اوين هيجيب لهم 5 و6 مليون في السعوديه مكسر الدنيا، واخد بال حضرتك؟ ادي اللعيبه اللي انا جبتها. يحيى ياسر كان نجم، راح صعد سبورتنج وكان نجم. هريسه اللي انت يعني بص، انا عيله الكابتن ناصر انا بحترمها جدا، واخوات ليا. زعلان ان هم يعني عملوا كده معايا يعني، بس ما فيش مشكله يعني الناس كتير قعدت يعني منهم حد صديقي الاستاذ هريسه بخوره ويساوي فلوسه ومش فلوسه. طب هريسه يا عم، هريسه اللي كان تعبك قوي اهو مشى هريسه وجاب لك الفلوس اللي خدها. كان خد 200 جاب لك 150 جاب لك 100. لعب ببلاش، لعب بكل ده، لعب ببلاش وراح صعد فرقه. يعني انت سبته راح صعد المنصوره، دليل ان هو كان كويس. هريسه يعني انا بدا معايا كان احسن واحد في الفرقه، اتصاب وبقى يلعب وهو مصاب. نتيجه برضو قصه زي ما بقول لك، انا خدت درس عمري ان الحاجه انا يعني في حاجتين تنازلت فيهم خسروني حاجات كتير. النقطه دي يا استاذ صلاح. ونقطه ثانيه مع نادي الجبال، كان عندي مباراه، انا اسف على السرير لان دولت على طول في ودني. عندي مباراه بلعب الجبال، مباراه على الصعود، وصلنا لركلات الجزاء، وانا في التمرين عندي من 11 ده واحد لو يعني ما يعني بص، لو الجون فاضي مش هيجيبها. هو لعيب كويس جدا في البلانتات، وحش للاسف مع المباراه. وكنت قايل لحد في الجهاز يفكرني، محدش فكرني ان انا اجيبه. وحصلت مشاده وبقيت عمال احوش في اللعيبه على الحكم مصفر قبل ما ينزل، فكان موجود. قلت مش مشكله، ده ال 11 انا خسرت صعود، كان ليه يعني مجد مثلا وفلوس، لان وصلت الكره الراجل ده وما صعدتش. فانا النقطتين دول انا اتنزلت عن العدد واتنزلت عن الحارس، كان كذا. بس انا اتنزلت كان في مخيلتي 9 ماتشات، وبعد كده الدور الثاني اعمل اللي انا عاوزه. الدنيا هتفوق، واخد بال حضرتك؟ لكن دول الدرسين اللي انا واخدهم في حياتي يعني عارف زي ما بقول لك، زي الكوابيس على طول قدام مني. ان انت اكيد استفدت منهم، مش هتكررهم. استفدت بقوه. طب كابتن كيتا، هل طلبت بالفعل من احد افراد الجهاز الطبي المعاون لك كتابه تقرير طبي مغاير للحقيقه من اجل ضم لاعب معين وطلبك قبل بالرفض؟ لو هو وافق على كده. انا ما ذكرتش اسماء. لو هو وافق على كده. لا هو رفض. يعني لو هو وافق لا، ما حصلش طبعا. اولا اللعيب، هقول لحضرتك اللعيب اللي كان بيتكلم عليه، انا مش هذكر اسمه تمام، بس انا عارفه يعني، لان هو للاسف كان صديق يعني. لكن اللعيب دوت جماليه، حسام جماليه تمام، كان هداف طنطا. جميل. يعني انا جايب هداف طنطا. تمام. انا عملت رباط صليبي. ففي حاجات لما تيجي تكشف في الركبه او حاجات زي كده، يبان لك حاجات يعني مثلا ان الركبه مش عارف كذا، ان مش عارف ايه كذا، واخد بال حضرتك؟ فقلت لا خلاص. قال لك لا كذا. الراجل كان عنده فوبيا من السنه اللي فاتت، كل شويه صليبي اللي كان بيحصل السنه اللي قبلها. فكان عنده فوبيا فكذا. فانت قلت له انت يعني مش الفوبيا دي اللي هتخليني كل شويه اجيب لعيب. ده راجل جاي مفنش الدوري في الملعب، هداف طنطا. وانا اصلا لعبت ضده مع المجد، جايب جون في المجد. يعني سليم، اللعيب جاي سليم. هقول لحضرتك لا اعتبر اللعيب مصاب. انا هقول لك بس حاجه. حسام جماليه ده لما جيت وجبته قلت له لا هتعمل اشاعه. الولد قال خلاص ماشي هروح اعمل اشاعه. عمل الاشاعه وجا. الولد كان رافض. عمل الاشاعه وجا. الاشاعه ما فيش اي مشكله فيها، جزئي ومش جزئي وحاجات زي كده، او حاجه يعني ما تعوقوش. الدكتور كاتب في تقرير الاخصائي اللي هو الطبيب لا تعوقوا عن ايه؟ عن اللعب. اوكي، ادي نقطه. جه الولد بعد كده طلع له شيكو، بس اتاخر شويه وحاجات زي. الولد كان كل يوم يجي له نادي، واخد بالك؟ الولد اللي رفض يكمل في الاولمبي، مش انا اللي سبته. وشيكو كان طلع بالفعل، ان كل يوم نقول له بكره بعده. طب نقطه ثانيه بقى، حسام جماليه ده راح فين بعد كده؟ راح ملاقي كفر الزيات، وكان من هدافين المجموعه. السنه دي بيلعب في الشمس، لازال بيلعب وبيهدف. انا جايب واحد هداف يعني كنت جايب حسام جماليه بعيني شايفه لاعب قصاد مني،
لعيب محطه وهداف وقوي وحاجات زي كده، واخد بال حضرتك؟ بس كابتن كيتا، شايف ازاي موقف الكابتن عاصم زغلول ممثل جيل الكره داخل المجلس من دعمك ومساندتك؟ بص يا كابتن، الكابتن عاصم زغلول على الرغم ان انا يعني اتقال لي لا خلي بالك وبلاش وما تعملش مع فلان وفلان، لكن انا الكابتن عاصم ده كابتني ومن الناس اللي انا بحترمها جدا. يعني كابتن عاصم ده اتكلم معايا واتناقش معايا وقال لي وجهه نظره، انا كان لي وجهه نظر في حد مثلا كان هو عاوز يكمل وكلام، واتكلمنا في الاخر انا يعني مشيت، يعني قلت له يا كابتن عاصم دي وجهه نظري، انا عاوز حد في المكان ده بالمواصفات كذا، بتقول بيلعب بدماغه كويس كذا، فالاثنين دول ما ينفعوش وانتهينا. الراجل قال لي مباشره، قال لي يا كيتا انا عاوز اقف معاك واساعدك، لكن انا عشان يتحسب عليا الكوره لو المجلس يفوضني ابقى مشرف ابقى معاك ما عنديش مشكله. المجلس ما فوضنيش انا مش هقدر، يعني من الاول قال لي انا مش هقدر ما دام هو ما فوضنيش ان انا ابقى امسك الكره لوحدي، انا مش هبقى موجود. فانا احترمت كلامه، لكن هو كابتن عاصم كان يعني مساند معايا بكلام ايجابي، يعني اكيد اشد حيلك، انت عامل فرقه كويسه، والله للامانه كذا والله كذا. هو برضه في حته العدد يعني هو كان بيحاول يوفق شويه، بس انا بقول لك كابتن عاصم ما هو انا في الاخر العدد ده اللي ضرني. أيوة. يعني هو كابتن عاصم كان بيجي يلاقي معلش يلاقي المجلس انا عمال اتعارك والراجل يطلع بره وانا اطلع بره وزعيق، والكابتن هشام حمدي مش عارف العميد هشام ووائل ومش عارف واحمد عشان خاطرنا، طب ايه طب اعمله، وانا مصمم على اللي انا عاوزه. طب ايه طب مثلا طب خد واحد بس دلوقتي وبعد كده خد. انا اسف هو كلام يعني هو عاوز يحل، لكن انا مش في سوق الجمعه، انا في تيم لازم يبقى ليه قوام، لازم يبقى ليه كذا يبقى ليه كذا، لكن هو كان بيحاول على قد ما يقدر انه وقال لي كلمه بامانه يعني انا اكتشفتها. يعني هو الكابتن عاصم قال لي بص، يعني الكابتن ناصر كرئيس النادي والكابتن حسن مفيد كامين صندوق الفلوس، الاثنين دولت لازم يبقوا معاك، واخد بال حضرتك؟ انا الكابتن ناصر في الاول هو ملسوع قرفان من كل بتاع الكوره، واخد بال حضرتك؟ لما لقى كيتا بيقاتل وبيشتغل بعت لي على الواتس، انا هقول لك كلام الكابتن ناصر يعني كلام يعني اشكره عليه طبعا. انا مش هتلاقي حد، ما شفتش حد كده، ما حدش بيتعب كده، ما حدش بيعمل كده. انا كنت بفتح النادي واقفله، لكن وهتشوف مسانده وقت اللي ما شفتش المسانده، لكن انا عذره ان الزن على الودان امر من السحر، يعني خاصه ان انت لما تكون مش لعبتك، واخد بال حضرتك؟ طب استكمالا لسؤال وليد، انت قلت الكابتن عاصم حذرك من فلان وفلان اللي هم عملوا معاك كابتن عاصم في المجلس؟ مش كابتن عاصم اللي حذرني، انا بقول لحضرتك المجلس، انا بس مش عاوز. طب هو كابتن مجلس السنه اللي فاتت كان الكابتن عاصم مثلا وهاب الكاس كانوا هم متولين الكوره، واخد بال حضرتك؟ عميد هشام حمدي كان معاهم، لكن يعني العميد هشام حمدي معاك يا كابتن. انا قصدي ايه، لو اثنين معرقلين في المجلس اعضاء، طب بقيه المجلس بص يا كابتن فين؟ وده كان بيضايقني، وده اللي كان بيضايقني حتى في الجلسه ذات نفسها من الكابتن ناصر او منهم، ان انت مثلا يا حاج حسن عشان خاطرنا، عشان خاطرك مين؟ عشان خاطرك مين؟ يا اكيد اعتذر ما بعتذرش، مين عشان خاطرك؟ انت بتدفع من جيبك. انا اسف، انا بص انا بشوف انا بتكلم مثلا، انا بص يا كابتن صلاح انا في شغلي كده، يعني وشي كده، يعني لما بخش في شغلي كده، انت فاهم قصدي؟ لا انا ما بعتذرلكش ولا اكلمك، عاوز تجيب جيب، مش عاوز تجيب انا امشي، انت فاهم قصدي؟ هم الناس يعني بص هم الناس محترمين مع بعض. وعاوز اقول لك على حاجه، احمد ابو زهره شوف بيطلع يدافع ويعمل حاجات زي كده، لان ده متربي، ده متربي، خد الكلمه دي وخلاص. لكن انا متاكد ان انت لو دخلت جوه احمد ابو زهره، احمد ابو زهره عارف ان في حاجات كتير جدا فيها مشاكل، يزعل مني ما يزعلش ما عنديش مشكله. احمد ابو زهره متربي وبيطلع يدافع زي ما انا كنت بقول لحضرتك كده، يعني انا يعني بشبهها بحاجه بالنسبه لي، ما كنت مدرب عام في النادي الاولمبي، اطلع انت عارف كيتا وانا مدرب عام، انا يعني غول مع المدير الفني، اخش جوه اللبس لازم ده كذا، وقاتل مش هعترك معاه، انا بقاتل على وجهه نظري بالحجه، والشعلق واعمل اطلع ونخسر مثلا مع المدير الفني اي حد قبل كده كان موجود، او يحصل نتيجه سلبيه بفعلا وليد السنوسي هو السبب في الخساره، اطلع في الجنينه اتعارك ازاي يا كابتن كيتا كذا، لدرجه الناس كانت تقول لك ده هو ده اللي شكله هو ده اللي ملعبه، بس واضح. واسكت. احمد ابو زهره نفس القصه كده، في ميثاق متاخد، ودي انا رؤيه مش استنتاج، ان احنا نبقى ايد واحده، هم المجلس ده مميزين في الحته دي،
انت عندك مشكله هنقعد معاك جوه ونقول لك انت عندك كذا وكذا، بس احنا في الاخر ايد واحده ما نطلعش نقعد في بعض. احمد ابو زهره انا اعتقد ان عنده تحفظات كتير، يطلع ينفي هو ما عنديش مشكله، لا لكن هينفي، ما انا عارف إنه هينفي. لا انا عايز اقول لك واضح ان انت بتحظى بحب آل ابو زهره. مصطفى كان بيقاتل عليك زمان في المجلس واحمد بيساندك في المجلس. دي في نقطه معلش، ان مصطفى بيقاتل عليك بدون تربطات، عن قناعه. مصطفى كان يجي الاولمبي يقول لي مثلا انا كنت انا اول سنه في حياتي ما تابع، انا كنت بعتبر الاولمبي ده واجب عليا ان انا ابقى متابع وعارف مثلا مين كده عشان اقول له خد فلان. كان مصطفى يقول لي فلان اقول له خد نادر مثلا، وانا نادر بتاع خد ده خده من بابور من نادي ميه البحيره، انا عاوز محور اكيد. قلت له طبعا بعيدا عن اللي موجود، لانه ممكن يقول لك لا ده كده، اقول له في واد اسمه نادر رمضان في ميه البحيره، وروح خد الواد ده، ياخد نادر رمضان وبعد كده يروح الاسماعيلي ويروح كذا وكذا وكذا. خدت بال حضرتك؟ في واد اسمه محمد طارق بيلعب في بدر، اللي بيلعب اوت الطويل ده، اللي راح المحله وراح الداخليه ولا خد اللاعب ده، ما اعرفش يجيب، ماليش دعوه. انت فاهم قصدي؟ انا كنت مصطفى بيحب النادي الاولمبي وانا بحب النادي الاولمبي، اللي بيجمعنا النادي الاولمبي فقط لا غير، لكن لا احنا كل يوم على القهوه، ولا انا كل يوم بقى بزوره، ولا انا كذا ولا كذا. المحبه والمحبه اللي كان ثقه في شغلي وثقه في شغله فقط لا غير. طبعا. طب كابتن كيتا، تجاربك التدريبيه في الدوري السعودي كلها في وادي، وتجربتك الاخيره مع نادي الحور تقريبا القوس في وادي اخر. بص وعايزين نعرف حكايه تصادمك مع رئيس النادي خلال اخر مباراه ليك وانت على دكه الاحتياط، دكه الجهاز الفني. بص بصراحه اقول لك على حاجه، مش عارف، مش لاقي الورق اتسرق يا وليد، بس مفيش مشكله. عامل زي احنا مش قاعدين في سوق الجمعه. بص يا حبيبي، انا اشتغلت في السعوديه 10 سنين. 10 سنين مع 10 انديه بقى، مع اكتر، لان في فرق اشتغلت معاها يعني مثلا نادي الدرعيه 3 سنين. انا مسكت نادي الدرعيه في دوري الدرجه الثانيه، مسكت نادي 3 سنين، سنه في الاولى وسنتين في الثانيه. مسكت نادي عشان ما انساش انا اجيبها من فوق، مسكت نادي بيشا موسم، مسكت نادي الاهلي العماني، دي تجربه عمان بعتز بيها جدا. النادي الاهلي العماني انضم عليه كمان نادي زداب، عملوا حاجه زي ده كده السلطنه عملها، فبقى ناديين تاريخيين انا ماسكهم. نجحت ان انا بعد 15 سنه من بعيدا في الدرجه الاولى ان انا فاضل لي مباراتين وصعدوا الدوري الممتاز، وانا كاسب المنافس المباشر، ولو حتى طلعت تاني صعدت، اتلغى عشان الكورونا. ماشي. مسكت نادي الجبيل، مسكت نادي التجربه اللي بعتز بيها جدا برضو النخيل. النخيل اللي هو بقى اللي هو بيشا دلوقتي بيشا، اللي هو كان رئيس النادي اللي بيحبك، اللي هو ما عنديش اغلبهم الحمد لله، ما عنديش مشاكل معاهم باستثناء. لا كان في رئيس نادي توفى الله يرحمه سياف، ده كان بيعتبرني ابنه يعني. ايوه. وانا برضو كنت يعني بيشا دي انا سبتها وانا اول من غير خساره. البكريه نسيت، البكريه ده من الانديه الكبيره دلوقتي هناك، برضو سبته في الاول من غير خساره. انا كنت حد في جهازي يجي عليه رئيس النادي ولا يجي عليه حد وكلام من ده، اقف واعمل كده برضو. بعد كده الحمد لله الواحد استوعب القصه ديت يعني. بيشا ادي الفرقه اللي مسكتها في السعوديه. تجربه الحوراء معلش انا يعني ما اتكلمناش فيها، كنت عاوز اتكلم فيها اللي هي لان انت شفت كلام رئيس النادي طبعا وكلام الناس عليا على صفحه النادي، على صفحه النادي. الحمد لله انا ده كان عوض بالنسبه لي من ربنا من ناحيه النادي الاولمبي. لقيت نادي الحوراء بيكلمني، السعوديه كلها انا الحمد لله عندي علاقات كويسه جدا مع رؤساء الانديه السعوديين يعني، واداريين وحاجات زي كده. لقيت كل مجرد ما انا قلت لقيت كل اوعى عارف انت رشد اباظه اوعى تقرب، لقيت كل الناس بتكلمني لا ده الحوراء ده ما في ده وايزين ده انا هابطين وهيتحاسب عليك. اتوكلت على الله، ربنا كرمني وعملت المعجزه مع الحوراء، قعدت الحوراء واتحسبت لي في السعوديه بشكل قوي جدا. استفدت من التجربه معنويا وماديا وكل اللي انت عاوز تقوله. انا كنت حابب اكمل مع الحوراء، لكن ظروف الحوراء ماديا فيها مشاكل كبيره، فهم كانوا موعدين ان في حد شركه هتاخد النادي وحاجات زي كده وبتاع. فانا كان ليا شروط، قلت لهم 1 2 3 4. طب امضي يا كابتن، قلت لهم مش همضي لما اخد كذا 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 وجهازي كذا كذا. فرضخوا في الاخر طب يا كابتن خلاص بص انت هتسافر هنجيب لك اللي انت عاوزه وكذا وكذا. قعدت حوالي شهر ونص شهرين. الشهرين دول هم بامانه برضو هم كانوا اذكى مني، وانا كنت بحاول يعني اشوف حاجه افضل. فهم انا كان عندي اكتر من 7 8 عروض، انديه كبيره جدا منهم الكوس يعني، بس انا الكوس كنت مديله رقم ان خلاص ما بقاش معاك يعني. فلقيت الانديه دي كلها مره واحده الامور وقفت.
اتفاجئ ان مثلا بيقول لي وقفت. فهم كل ما اكلم حد وكيل او حد يكلمني وبتاع يكلمني على الحوار عشان يجيب لي لعيبه، اقول له انا لسه. فاكتشفت ان هم يعني هناك في السعوديه في جروب رؤساء الانديه وجروب مدربين وجروب مش عارف كذا وجروب اداريين، فانت تقول ده معايا خلاص الموضوع انتهى، فهو خلاص قافل عليك في كل حته وانت معاه، وانا مستني ايه؟ فلما جينا في الاخر هم امورهم عماله تتاخر، وانا مش ضامن باليه ان هم السنه دي، وبرده ده يدل على الاعجاز اللي اتعمل، لعبوا 13 مباراه خسروا 10 وتعادلوا 3 السنه دي. يعني دليل ان انا وجهتي برده كانت صح. فما فضلش من تعاقدات بالنسبه لي غير نادي القوس وانديه درجه ثالثه. انا بالنسبه لي الدوري الثالثه قوي والثانيه قوي، ما عنديش مشكله اشتغل هنا او هنا، المعيار الطموح والامكانيات يعني. فبرضو للاسف وده برضو غلط، انا بصيت لهنا اكتر من هناك، ان نيكيتا ما يتقال ثانيه ما يتقالش ثالثه. يا عم انا مالي، ما هو دوريين اقويين وده فيه محترفين وده فيه محترفين. فقلت لا اخش في القوس، برغم ان القوس يعني نادي القوس ليه سنتين في الدرجه الثانيه، سنه جاب 3 مدربين، والسنه اللي انا فيها دي السنه الثانيه اللي قبل ما ناجي جاب برضه 3 مدربين او عدد من المدربين، يعني مفيش مدرب بيقعد. هو الراجل طموح وعنده كل حاجه، لكن صعب جدا في التعامل. قبل مني كان كوشري معايا السنه اللي فاتت قعد شهر و80 شهر احمد كوشري المدير الفني الحالي. احمد كوشري قعد شهر و20 يوم او حاجه زي كده، ويمكن انا كان ليا دور في حل مشكله كوشري معاه عن طريق حد في اتحاد سعود صديق ليا وحاجات زي كده يعني. فلقيت في الاخر القصه بتهرب مني، فانا رحت منزل على صفحتي ان انا مش في الحوره. فهو كان بيكلمني رئيس النادي يعني يقول لي مبروك ان انت جددت، ان الوكلاء قالوا له خلاص كده عشان يقفل صفحه كده. قلت له لا ما حصلش كذا وكذا وانا هنزل على صفحتي. فجينا طب كذا طب كذا، قلت خلاص ماشي توكلت على الله. انا نادي يعني قلت لك قبل كده لما بخش نادي ما ببقاش حابب اتكلم، ما ينفعش اطلع اتكلم على نادي بس لكن هو النادي ليه طبيعه خاصه. انا بقول لحضرتك يعني مرتضى منصور يعني ولا حاجه بالنسبه لرئيس النادي. هو راجل طموح جدا وراجل عاوز يشتغل. انا مش عاوز خلي بالك انا يعني كل اللي هقوله ده هيوصلهم هناك. انا ما بحبش اتكلم برضو على دي، على الرغم ان انا لما مسكت وحاجات زي كده انا في مهنيه بالنسبه لي وفي اساسيات حاجات خط احمر بالنسبه لي ايا كان فين ومين وايا كان الفلوس وحاجات زي كده. ف يعني بقى في تدخل فيها شويه. انا كنت بالبلدي كده عشان برضه بس يعني مش عاوز اكذب، يعني انا عاوز اتكلم بكل صراحه. انا عارف او السعوديه كلها كلمتني ورؤساء انديه واداريين وبما فيهم حتى يعني كشري مش هتعرف تتعامل، واخد بال حضرتك. فانا يعني خلاص اول ما رحت كمان يعني اتكلمت وحاجات زي كده شويه لقيت الامور فعلا يعني في صعوبه. كنت انا اتقيت في الاتحاد السعودي ان انا مدرب في نادي القدس، ليك فرصه واحده خلاص انتهت في السعوديه، انا خلاص كده يا تكمل يا اما اول ما تمشي تتكل على الله. انت ليك فرصه واحده، السعوديه ليك فرصه واحده، مشيت النادي مشاك وهناك في لوائح وفي حاجات وغرامات وفي ايديات وفي تأييدات، فما تقدرش تفلفص يعني نظام. فعشان اكون صريح معاك يعني كسعرات الموجوده انا قلت اقعد شهرين احسن ما اقعد شهر، اقعد 3 اكتر احسن ما اقعد 4. يعني 4 افضل يعني، فاهم قصدي؟ ان انا بالبلدي كده انا السنه هتروح عليا هناك في السعوديه، فعاوز اقعد اكتر وقت ممكن. مع ذلك يعني بقيت امشي الامور بعيدا عن ان انت تيجي على كرامتي كمدرب او تخش في حاجه صارخه بالنسبه لي، انك تقف مثلا تقول لي كذا او كذا او نزل او تعالى كذا وكلام من ده. فانا كان ليا رد يشرف اي حد، يشرف اي مصري، واخد بال حضرتك؟ يعني عملت موقف مش عاوز احكيه يشرف اي مصري، بس مش هقدر اقول اكتر من كده عشان الكلام هيتقال. فنتيجه الكلام ده لقيت يعني الراجل انا خلاص مشيت جاي اللي هو بتاع المركز العلمي كان كاتب كلام محترم، قال له لا شيل الكلام ده، فعمل لي الاستقاله بالخط العريض كذا كانك بتعمل اعلان. انا اصلا استقاله مش اقاله، اسف الاقاله بالخط العريض كاني مثلا ايه بتعمل اعلان يعني وبتاع. بالعكس انا يعني الناس شايلاني ان انا اكتر مدرب قاعد معاك، فاهم قصدي ايه؟ في نفس الوقت شويه تاني طبعا انت عارف رؤساء الانديه والناس، انا لقيت يعني كلام، عارف انا بقيت في قمه الانبساط ما يكلمني بالاسم. وصل عطيه بعيدي على مثلا سامي السبيعي ده يعتبر رئيس نادي الوشم، كان عطيه موجود معايا. اما يكلمك يقول لك اقسم بالله يا كابتن يعني انا بحاجات عبيطه ممكن تعيطني يعني، تظل رمز وتظل تاريخ في السعوديه وتظل كذا. تعرف يا كابتن ان انت اقدم مدير فني في دوري الدرجه الثانيه السعودي؟ قلت له لا انا في يسري بن كحله. قال لي لا ده صديق ليا يعني متنافسين على طول سعودي. قال لي لا ده انت وهو كنتوا يعني انت جاي قبل منه او حاجه زي كده.
خدت بال حضرتك؟ ف يعني خلاص انا مشيت، فراح جاي كاتب على الجروب كمان ايه، كاتب بقى الايه النتائج. نتائجه نظرا للتساؤلات، النتائج بتاعته ده لعب 9 مباريات، خسر 4، كسب 1، اتعادل 4 أو 5، خسر 3. فانا بالنسبه لي انا اصلا كنت دي حتى بقولها للعيبه في اوضه اللبس، انا مسكت نادي القوس لا مطلوب مني صعود ولا مطلوب مني كذا، نادي الصعود ده ليك سنتين في الدوري انت بتنافس على الهبوط، ولا عمرك هتطلع فوق، يعني في الفتره دي عمرك ما هتطلع فوق ولا هتنزل. فانا بعيدا عن بقى التدخلات، انا مش عايز اتكلم في حاجه، انا مش عايز اتكلم في حاجه، فانا قلت حاجه واحده بس، انا نادي القوس خدته كان السنه اللي لعب سنتين في تاريخه كله في الدوري الدرجه الثانيه، سنتين. اول سنه قعد اخر ماتش في الدوري يا كابتن وليد بمباراه لو اتعادل فيها كان ينزل. تاني سنه اللي هي بتاعت كشري اللي كان معايا في المجموعه في الحوره دي، قعد قبل الدوري بحوالي 4 ماتشات او حاجه زي كده، وكشري اول ما ضمن البقاء روح خلاص. خدت بالك لما ضمنت البقاء خلاص ايه، اتكل على الله وروح وانتهينا. فانا فنش الكام الدوري فيه تقريبا ال 11 تقريبا او ال 10 او حاجه زي كده. انا في الموسم اللي فات تحت منك في الحوره دي كانت اول سنه في الدرجه، اللي مش عارف النور، الشعيب، في انديه في السعوديه ما لهاش تاريخ اول سنه يلعبوا في الدرجه، تحت منك 4 5 انديه كده. خدت بالك؟ السنه دي انا ال 11 وده اللي مطلوب مني. انا الدوري 16 فريق، لو انا ال 14 انا ناجح. انت فاهم قصدي ايه؟ طب انا ال 11 تحت مني مين؟ في اسامي انت ممكن ما تعملكش في السعوديه، لكن لما اجي اقول لك نادي التقدم تحت مني، لما اجي اقول لك عارف التقدم اكيد، لما اجي اقول لك القيسومه اللي نازل من دوري يلو، تمام؟ لما اجي اقول لك حطين بتاريخه، لما اجي اقول لك السد بتاريخه، لما اجي اقول لك الطويق بفلوسه اللي كان رئيس النادي بتاعه كان عاوزني وميت عليا يعني حاجه زي كده. فانا بالنسبه لي حتى الناس هناك الوسط يقول لي طب انت عاوز ايه؟ انت تحت منك، انت عاوز هو ايه المطلوب من كيتا؟ انت فاهم قصدي ايه؟ حتى يعني هو دلوقتي المركز ال 13، يعني دلوقتي هو نزل مركزين مع مسيرته. المركز، وحتى لو على فكره لو ماشي انا ما عنديش مشكله. انا جبت في الكوس 7 لعيبه، 7 لعيبه اللي جبتهم 6 سعوديين، وين ال7 موجودين في الملعب دلوقتي، ال7 اللي هم شايلين تيم دلوقتي. خدت بالك؟ مع زمايلهم يعني لعيبه كويسه وحاجات زي كده. فانا يعني كده سمعتك رئيس النادي حد من الناس اللي كانت بتتكلم ان اوعى ترد، لما كانت اوعى يا كابتن كده ترد، احنا عارفين كده تاريخ وعارفين كذا وعارفين كذا وعارفين كذا. فكالعاده ما رضيتش ارد، والناس دي اللي بترد عني. انت فاهم قصدي ايه؟ فتجربه يعني بص بالنسبه لي من افضل التجارب بالنسبه لي. ليه؟ انا يعني حته الصبر يعني زياده عن اللزوم دي مش عندي. انت فاهم قصدي ايه؟ فكون ان انا اقدر اصبر 4 شهور او 5 شهور، انا وكمان دخلت الموضوع ان انا اكتر مدرب اشتغل معاك يعني، فاهم؟ فانا كل المتوقع كنت بقول ان انا ايه، حتى انتوا كنتوا ممكن كانوا بيتكلموا ما حد، حتى انا السنه دي على صفحتي انا كسبت مثلا القيسومه نازل من يلو، ما فتحتش بقي ولا كسبت ولا عملت. اول مباراه كانت مع حطين اللي كان عامل معسكر في مصر هنا، تعادلت معاه في حطين ب 10 لعيبه، حطين في جيزان دي درجه حراره بتوصل ل 50، تحط ايدك كده ما تستحملش اصلا. وانا لعبت من الرياض ومن هنا ومن هنا، يعني الجو ده بالنسبه لهم يموتهم. والسعوديين ما عندهمش الجلد بتاعنا كمصريين. بلعب 10 لعيبه من نص التايم الاولاني واطلع متعادل. هم على فكره النهارده لعبوهم في الدور الثاني في الكوس متعادلين 1-1. الكوس اللي متعادل ببلانتي ما عنديش مشكله على فكره. والتيم انا كل ما ينجح بالعكس، انا النهارده اشتغلت في تيم بتمنى له كل التوفيق، لان انا ما احبش ان اشتغل السنه الجايه يقول لك مثلا كيتا كنت في الكوس ده الكوس هابط، زي ما حصل معايا مع الحوره. انا كنت بموت في الحوره دي من اللي انا ماشي منه من الاولمبي ويهبطوا مني. عاوز اقول لك انا كده بقيت اكتر كده، قال لي يكلمني انا مش موجود. انت فاهم؟ لكن انا بقول لك استاذ صلاح، انا لولا المشكله الكبيره اللي كانت بيني وبين رئيس النادي انا كنت دخلت سلمت عليه وقلت له كذا، لكن انا عارف لو حتى دخلت سلمت انت هيبقى لك رد فعل تاني، فانا امشي بهيبتي احسن. بالظبط. انا اعمل موقف واخده، فانا امشي بالهيبه بتاعتي بالموقف اللي انا عملته. ده انا هقول لك على نقطه معلش عشان بس انا اسف، يعني بتتكلم في السعوديه اقسم لك بالله بعض الناس المحترمه اللي عمال بتلف ورايا كاني مثلا انا كذا، رايحين جايبين الكلام دوت بتاع الراجل وقايل وعايد، ويقول لك بص ده حصل منه كذا عمل. ده انا داخل الموسوعه ان انا قعدت 5 شهور. انت فاهم قصدي ايه؟ وانا ما سبتش النادي في درجه في مكان اقصى يعني ما كانش فيه قبل كده ولا حاجه. ده في وضعه الطبيعي يعني. انا اقل امكانيات، اقل مدينه بعيده عن كل السعوديه، اللعيبه بترفض تيجي كذا كذا كذا.
فانا ناجح ان انا ابقى موجود، وده طموح النادي اصلا. تمام. كابتن كده بعد تجربه النادي الاولمبي هل تلقيت اي عروض انديه محليه داخليه؟ في نفس الموسم. نفس الموسم يمكن صراحه اعرف حتى يعني كوم حماده ساعتها كان نقطه قريبه من الاولمبي، نقطه بعديها باسبوعين 3 كوم حماده يمكن كان يعني وصل الاول او كان نقطه اكتر من الاولمبي بنقطه او نقطتين او حاجه زي كده. يعني كان كوم حماده اكتر، وجالي كوم حماده. انا ما حبيتش اقف قدام الاولمبي في فرقه انا عاملها وكذا وكذا وكذا، انت فاهم قصدي ايه؟ وهقول لحضرتك على حاجه، انا مجرد ما جيت مش عارف اقول اسامي ولا عيب ولا عشان بس في مدربين موجودين، انا في فرقتين في المجموعه بتاعت الاولمبي كلموني ورفضت اشتغل نقطه عشان الاولمبي، والنقطه الثانيه ان انا يعني حاطط نفسي تارجت ان انا يا هشتغل محترفين تمام، يا اما فريق بينافس قريب من المنافسه. خدت بالك؟ كان في حد قريب من المنافسه، انما انا مش عاوز يعني مش انا اللي اجي دلوقتي مثلا، ده عادي ده احتراف ومفيش اكيد مشكلة. طبعا اكيد طبعا. لان انا لو لعبت ضد الاولمبي انا هلعب طبعا وهبقى من الامانه في النادي اللي انا فيه عاوز كذا. فانا برضو التجربه اللي انا كنت فيها انا 4 شهور انا بس في حاجات ما بستعملهاش، فانا كنت كابت نفسي شويه عشان بالبلدي بكل يعني حاجه ما ينفعش اقولها في تاريخ انا خالص. انا كنت مستني بعيدا عن كرامتي ان انا تتحسب لي شهور، بعد شهور بمعنى صح. اكيد. كابتن كيتا، العمل في المجال التدريبي في مصر بيعتمد على السيرة الذاتية والكفاءات ولا أمور أخرى وتارجتات ووكلاء والله كابتن صلاح بص، يعني كابتن استاذ وليد انت واستاذ صلاح انتوا اكتر مني في العمل، وانا لو انا قعدت مكانكم وجبتكم هنا هتقولوا مجلدات. انت بتيجي هنا يعني كل الوسط العام، الوسط في مصر يعني من اعلاميين ومن مثلا وكلاء ولا او مدربين كبار او حاجه زي كده، بتديك تقديرك يعني، وفاهم انت بتديك قيمتك وقيمه الدوري اللي انت شغال فيه. واخد بال حضرتك؟ واحد زي عمرو انور ده يعلم قيمه كيتا مثلا لانه اشتغل في السعوديه، واحد زي كشري يعلم مثلا كان يشتغل في السعوديه، بجانب ان انا هنا الحمد لله رب العالمين. انا بالعكس انا المدرب الوحيد في الكل اللي اشتغل في السعوديه اللي عامل التوازن ما بين الاثنين، مصر والسعوديه. ليا تواجد هنا وتواجد هنا. يعني انا باجي من هنا بيجي لي مثلا اجي اقعد يجي لي المجد، اجي اقعد يجي لي الضبعه، اجي اقعد يكلمني مثلا كيما اسوان، يكلمني مش عارف كذا. انا الفتره يعني الفتره اللي جيت فيها دي يمكن مش هخفيك سر، يعني اكتر من نادي في المحترفين في التغييرات كده موجود، انما الامور بتحصل بشكل مختلف، وانا برضو مش هشتغل غير باسلوبي. الوكلاء يعني انا مش عاوز اوجه حد يزعل يعني 90% من الوكلاء دي بييجوا اول ما كده في السعوديه لعيبه مصر كلها بيعرضوها عليا، طبعا هو عارف ان لو باع لعيب طبعا بكل اللي بيعمله هنا بالهجس ده كله، خدت بالك يا كابتن كيتا وكذا. اجي هنا الوكيل الا من رحم ربي، يعني كل وكيل له ناسه. وانا للاسف اولمبي غير اولمبي السعوديه، انا والله يا استاذ صلاح انا اموري بتمشي بتقدير لا تتخيلها. انا لا ليا وكيل لا هنا لا ليا وكيل في السعوديه، والله العظيم بخلص الموسم. على فكره ناس يعني عظام جدا حتى في السعوديه لهم اسامي كبيره في السعوديه لازم وكيل يسوقه وممكن ما يشتغلش ويقعد. انا اخلص الموسم الاقي افضل قاعد كده على باب الله، اقسم بالله العظيم الاقي اكتر من 3-4 عروض وانا اللي اختار. اقسم بالله العظيم ما عدى عليا موسم يا استاذ صلاح الا لما يحصل لا وكيل ولا غير وكيل. فانت كل الوكلاء دي بتزعلانه منك. انا بيجي في السعوديه مثلا ناس يفضل يبعت لي انا ما بقول له انا ما كذا، لو فلان ده وكيلك هاته. انا بعمل ايه؟ انا هنا سعوديه ببقى معايا ورقه كده ماشي بيها، اقسم بالله رؤساء الانديه في السعوديه ممكن في ناس بتقول لي انا اديك فلوس وهات الورقه دي. طب هات لي حد من اللي في الورقه. ببقى انا اي تيم لعبته او ما لعبتوش او اتفرجت عليه ببقى كاتب معايا اكتر من 7 ظهير مثلا باك ليفت، مثلا ظهير زي في السعوديه دي مثلا باك ليفت في 7-8 هنا، في 7-8 هنا. اجي انا هات لي فلان، تعرف تجيبه هاته، ما تعرفش ماليش دعوه. يقول لك بقى خد فلان، لا مش عاوزه، انا عاوز اللي انا شفته بعدين. كابتن كده من وجهه نظرك افضل مدير فني في دوري المظالم او المحترفين؟ في ناس كتير، في ناس كتير مجتهده. ممكن برضو انا ما اكونش متابع بشكل كويس، لكن في اكتر من مدرب. احمد سمير مدرب محترم ليه مستقبل طبعا. اكيد هو اول سنه تدريب في حاجات دي شاء او ابى
غصب عنه لازم يقع في الاخطاء دي عشان يبتدي يتعلم ويخش فيها. دي مش انا ما بتكلمش كخبير بديله درس ولا حاجه عشان ما حدش يعني ايه يزايد عليا، لكن طبيعي انت سنه اولى اعلام استاذ وليد واستاذ صلاح مثلا زي دلوقتي، لا اكيد فانت طبيعي في حاجات بتقع منك وتصلحها، تقع منك وتصلحها، لكن مدرب واعد ويبشر بالخير وبتمنى له التوفيق وبشد على ايده وبقول له انا ده معاك. احترام منك يا كابتن كيتا طبعا. وبالعكس يعني انا مساند ليك. في مجموعه اسكندريه في الكابتن علي عاشور مدرب محترم واسلوبه هادي بيعجبني، ادارته لفرقته. في مين تاني يعني فكرني لو في ناس كتير يعني. بتكلم عن مجموعه اسكندريه ان انا ممكن. طب في دوري المحترفين كابتن عبد الناصر في الماليه، عبد الناس المحترمه، الناس اللي شغاله بشكل كويس جدا. في دوري المحترفين زي ما وليد قال مين؟ بص دوري المحترفين يعني انا محمد عطيه عاجبني جدا، ماشي بشكل قول كويس. الاسماء ده. وانا على فكره بقيت عجوز ان محمد عطيه انا دربته. يعني انا دربت محمد عطيه لما جه لعب في الاولمبي. لما جه لعب في الاولمبي ومحترم وراجل في ناس كده بتحس ان يعني ايه تحفظ الجميل يعني. في مدربين يعني في ناس عمرو انور ده انا من وجهه نظري يعني حقه مهضوم شويه. عمرو انور مسك الاتحاد السعودي وما ادراك ما الاتحاد السعودي في السعوديه، مسك الفريق الاول الاتحاد السعودي فتره كان ماسك تحت وطلع فوق ونجح. مسك لعب قدام مني كنت انا كان ماسك الرياض وانا ماسك الدراعيه، خدت بالك. عمرو انور مدرب كويس وكاريزمته بتعجبني، عنده قصه الهدوء شويه، بيعرف ياخد قراراته بشكل كويس. شخصيته قويه مع اللعيبه ومتوازنه. شايف ان هو ممكن يعني من الناس اللي في الدوري المحترفين مدرب كويس جدا. بص عشان انا اتكوت من الحاجات دي سعيد صبحي محدش هيتكلم عليه. ده مدرب بترول اسيوط. بترول اسيوط محدش هيتكلم عليه. لكن انا اتفرجت على انا بتفرج اتفرجت اكيد على اتفرج كمدرب يعني اتفرج كمدرب مش كجمهور. ايه المباراه الاخيره اتفرجت عليها ومباراه ثانيه قبليها. لا في شغل بيتعمل، في تحضير بدايه الهجمه بتبدا من تحت بشكل التسلسل بتطلع بشكل كويس. لا ما هو بص انت لما تبدا يعني حتى بدايه الهجمه تقدر تقول ان الراجل ده بيعمل حاجه. الكونتر اتاك انتشار لعيبته في الملعب دي حاجه مهمه جدا. وواجبات المراكز عند اللعيبه لما مدرب صغير يعرف يحفظها تعرف ان انت بجانب الكور الثابته ممكن ما شفتش منه شغل فيها، لكن جزء كبير من ده صعب لما تقدر تعمله. الولد ده يعني مدرب كويس. خد بال حضرتك. طب افضل مدير فني في الدوري الممتاز؟ في الدوري الممتاز بص هو يعني انا بص ممكن اكون متعاطف شويه مع بتاع سيراميكا ايمن الرمادي، لكن عندي تحفظ عليه شويه في الجزء الدفاعي. يعني هو هجوميا هتلاقي ماتشات بيكسب 4 يخش فيه 5 يكسب 3 مش عارف ايه، هجوميا وانتشار وشغل هجومي ناحيه بيعملها 10 على 10. عنده مشكله في الناحيه الدفاعيه شويه، لكن بيعجبني ان هو برضو الاقدام اللي عنده ده لا يعني يقدر لو حل الحته دي هيبقى مدرب في حته ثانيه. طارق مصطفى مدرب كويس جدا. بنك الاهلي طبعا عاجبني طارق مصطفى، بس ما احبش ان هو يعني اتمنى احب المدرب لما ربنا يوفقه ينزل تحت الترابيزه. زي ما بقول لك انا في حاجات ممكن انا يعني مثلا وانا خسران ما سيبهاش، وانا كسبان انزل تحت واتدارى. فاهم قصدي ايه؟ في حته شويه كده شويه يعني بعد ماتش الاهلي وبعد ماتش كذا ابتدى يقول كلام ما بحبش ان هو لا ما هو لازم يكون ليه رد فعل في لقطه الجمهور دي يا كابتن كيتا. لما الجمهور يجي يقول له في ماتش الاهلي انت هتلعب كده قدام الزمالك مش دعوه. لا مش بتكلمش على اللقطه دي، انا بتكلم تصريحاته بعد اللقاء حتى مباراه الزمالك. برضه المدرب لازم يبقى عنده، انت مدرب لازم تبقى ملم بكل الكلام دوت. يعني حته التصريحات دي برضه وليد بيخش عليهم بالكاميرا كده ممكن يلبشه انت فاهم، فلازم يبقى عندك توازن وانت بتتكلم فيها يعني. تمام. كابتن كيتا رساله عتاب او همسه عتاب تحب توجهها لمين؟ بص انا اوجهها للكابتن نصر الشاذلي، ان انا الراجل ده انا يعني بص انا بحترمه، ما كنتش منتظر منه كده. يعني انا في الاول وهو ما عرفنيش كنت ملتمس له العذر، كنت ملتمس للكابتن نصر. لكن انت لما عرفتني وشفت شغلي وقلت لي انت كذا وانت كذا ومش حد بيشتغل زيك وكذا وانا بشوفك وبتعمل وبسوي. انا والله يا كابتن وليد انا فتره الاولمبي دي انا ما شفتش ولادي، انا باجي افتح النادي واقفله. انت فاهم قصدي ايه؟ وحرصي على الاولمبي مش حاجه ثانيه. معلش انا اسف ان انا بطلع بره كتير من النادي الاولمبي وانت تعلم الكلام ده وبتقوله وبيقولوا غيرك.
بوجبه تعمل اللي انت عاوزه مع في ناس كده مدربين او ناس بوجبه يعني ممكن يبيع اي حد. ما بالك انا بقول لك بيجي لي اضعاف وانا افضلك كنادي اولمبي، افضلك كنادي اولمبي. انت فاهم قصدي؟ طبعا. ما يكونش ده المردود، وما يكونش ده ان انت ترضخ او ان انت الناس دي تاثر عليك للدرجه دي. انت فاهم قصدي ايه؟ لا انت لازم يعني انت راجل قائد واستاذنا وكلام من ده وابونا وحاجات زي كده، لازم تبقى انت. وفي حاجه انا برضو يعني دي انا راجل بفهم كويس جدا وانا عارف انا بقول ايه. الناس عاوزه في المجلس تقول ان مثلا لا احنا مالناش دعوه. يعني انا قلت لناس كتير خش معايا مشرفين ساعدوني وقفوا معاهم كمشرفين، كانوا مساعديني هشام حمدي ولا قريره ولا ابو زهره بامانه كانوا بيحاولوا معايا، واخد بالك؟ خشوا هم الناس. ما هو انت حتى وانت بره محسوب عليك، ما بتكلمش عليهم هم من اول رئيس النادي لحد اخر حد، انت اصلا ضمنيا انت ضمن النجاح والفشل. انت فاهم قصدي ايه؟ فهم لا دول المسؤولين، وعشان كذا قدام الناس انا متاكد من اللي انا بقوله مش معلومه برضو عشان ما حدش يقولني كلام. انا بتكلم على انا الحمد لله ممكن افهم حاجات كده يعني من بعيد لبعيد، ما انت برضو موجود ضمنيا. انت فاهم قصدي ايه؟ فالكابتن ناصر وبس، مش عاوز اقول حاجه ثانيه يعني. تمام. كابتن كيتا ايه هي طموحاتك مستقبلا؟ لا انا بس حته الطموح دي انا بالنسبه لي تملي بقول انا طموحي مالوش سقف. طموحي انا ككيتا مالوش سقف، وبحب الحاجات دي جدا. انا بحب يعني ان انا اخش في حاجه مثلا يعني صعبه واحاول اعدلها واعمل. انا بص والله العظيم يا صلاح وانتوا انا اخواتي يعني معلش انتوا اخواتي انتوا عارفين ان انا مش موضوع صحافه ومدرب. انتوا عارفين ان انتوا في مسيرتي من الف في شغل يعني. اقسم بالله العظيم انا ما في فرقه في حياتي مسكتها الامور الورديه. تملي اخش المعبد مهدوم والدنيا بايظه وافضل ارمم واعمل وحاجات زي كده لحد ما اخطف كذا او كذا. والحمد لله رب العالمين. يعني انا لو انا كيتا ده بقى حاجه مثلا كذا في الفتره ديت او حاجات زي كده بعرقي ونحتي في الصخر. انت كتبتها قبل كده مدربين بينحطوا في الصخر. صح. طبعا. على فكره يعني ساري اخويا وحبيبي ساري اصلا ما كانش متواجد حتى في ترشيحات الاولمبي لما انت كانت سيره وكده. ايوه صح. اول مره مسك فيها خالص. فاهم قصدي؟ كان بعيد فعلا. صح. فاهم قصدي؟ فانا بالعكس انا وخلي بالك انا بص انا حطيت رجلي في الفريق الاول في النادي الاولمبي، يسال الكابتن خضري ويسال الكابتن عبد الحكيم كابتني وحبيبي ويسال حد ثاني مش عاوز اقول اسمه، كانوا معايا في الجهاز موجودين. كنت بقول لهم قدام المدير الفني انا المدير الفني للنادي الاولمبي وانا لسه ولا حاجه يعني لسه حطيت رجلي. فانا كنت بتعامل فهم كانوا يعني مش عارف باخدها زي طريقه المدير الفني اقول لهم اقسم بالله انا بقى مدير فني للنادي الاولمبي. انت فاهم قصدي ايه؟ يعني طول عمري عاوز الاولمبي ما جريتش ورا والله يا كابتن صلاح ما جريت ورا الاولمبي سنه. والله ما جريت. هات لي حد يعني في ناس بتحب تشيع كلام او تمرر كلام زي موضوع اصل الفيس اصل مش عارف كذا. هات لي واحد في المجالس دي كلها كده قلت له والنبي شغلني في الاولمبي او النبي كذا. انا كان يتعرض عليا حاجه اقول له لا ما اشتغلش غير مدير فني. المره الوحيده اللي انا قلت لك انت شخصيا قلت لك الوحيد اللي انا اشتغل معاه اللي صاحب الفضل عليا اللي هو الكابتن احمد الكاس. معلش قبل ما اقفل عشان قلت الكاس. اتفضل. السنه اللي فاتت كان رموز النادي اجتمعوا وقالوا كذا، قالوا من جوه النادي عشان برضو دي مهمه النقطه دي، من جوه النادي يبقى حد من النادي او حاجات زي كده يبقى كيتا او الكاس او يعني الكاس طبعا او كيتا ممكن كذا وكذا. فالناس في المجلس قال لك خلاص ايه نجيب كاس ومعاه كيتا. فالكابتن عاصم كان موجود وانا واقف حسين صلاح واقف ناس بيقول لي كذا. قلت له بص فانا قلت لك انا قايل لك قبل كده ان انا اشتغل انا يعني الوحيد اللي ممكن اشتغل معاه ما عنديش اي هو عارف الكلام ده كابتن احمد الكاس طبعا من درجه صاحب فضل عليا. فقلت له قال لي كذا وبعدين بعتوا لي ناس حد منكم وحد زيزو مش عارفوا مين تقول لي كيتا كذا كذا. قلت لهم انا الكاس اشتغل معاه اي حاجه صح. الا الاولمبي لان انا كنت يعني في ناس في فتره وقعد بيني وبين كابتني واخويا الكبير احمد الكاس. انا لو دخلت عارف ان الناس دي الشياطين دي هتوقع بيني وبين احمد الكاس من الكابتن احمد الكاس. فقلت له بيقول لي خلي بالك اصل انتوا كده قال يعني هتبوظوا على بعض. قلت له لا حبيبي عندك كابتن اسف طبعا كابتني الكابتن. قلت له لا كابتن عاصم عندك انا بقول لحضرتك لو الموضوع كده انا بقول لك انا اكيد بقول لك
طبعا هات الكابتن احمد الكاس، وانا مساند من بره بكل قوه، انت فاهم؟ خوفا من ايه؟ من كده. انا الكابتن احمد الكاس هو يعلم ان لو راح يعني انا اسف فين وقال لي كذا، انا اتشرف ان انا ابقى موجود معاه. أعزائي مشاهدي ومتابعي 5 اسكندراني، ما زلنا مع حوارنا الشيق والممتع والمثير، ومع الحوار الذي ولم تنقصه الصراحة من خلال ضيفنا النهارده كابتن كيتا. نطلع فاصل ونعود إليكم بفقرة الرسائل الخاصة. أعزائي مشاهدي ومتابعي 5 اسكندراني، عدنا مرة أخرى إليكم مع نجمنا وضيفنا الجميل الكابتن كيتا، نجم نادي الأولمبي والمدير الفني السابق لنادي الأولمبي والمدير الفني الكبير في عدد من التجارب الداخلية والخارجية، وفقرة الرسائل الخاصة. كابتن كيتا، الرسالة الخاصة الأولى توجهها للكابتن ناصر الشاذلي، قول له. هقول له ربنا يوفقك، برغم ان انا زعلان منك كابتن ناصر، لكن ربنا يوفقك. انت رمز من رموز النادي، راجل يعني سباح عالمي، وشرفت النادي وشرفت مصر قبل كده. اتمنى لك التوفيق، لكن انا زعلان منك جدا جدا جدا. المهندس طارق السيد، اقول له ربنا يوفقك كابتن طارق. يعني على الرغم ان فتره الكوره بتاعته ممكن كنا يعني ممكن مش راضيين شويه وحاجه زي كده، لكن كان فيها فترات قربنا من الدوري الممتاز. بتمنى له التوفيق، وهو كابتني في النادي الاولمبي طبعا، وطول عمر الكابتن طارق على فكره يعني بالنسبه لي، ويمكن والده الحاج طارق كان حبيبي جدا، وكان شايف فيا حاجه كويسه من الناس اللي كانت بتوسم فيها الخير. لكن زعلان منه من نقطه صغيره بس كده. قلنا صراحه يعني ان هو سمع لبعض الناس، يعني انت عارف كيتا، وعارف تربيته، وعارف بيته، وعارف اخواته، وعارف ان البيت ده ما يطلعش منه حاجه انه يتكلم عليك او يقول عليك حاجه او كذا او كذا. يعني انت بصرف النظر ان انا حتى كنت اشتغل او ما اشتغلش، ما عنديش اي مشكله، انا باخد خطوات وبقاتل. ما كنتش اتمنى انك تسمع من حد يعني كان بيأثر على العلاقه دي. رسالة للكابتن أحمد الكاس، اقول له تظل بالنسبه لي انا اخ كبير وجميل، هيفضل هشيله في رقبتي طول ما انا باخد اي خطوه. برجع للكابتن احمد الكاس واقول له انا بحبك جدا، انت اخ ليا، ونجاحك نجاح لينا كلنا، وربنا يكرمك ويعوضك الفتره العصيبه اللي انت مريت بيها. واقول له بتعلم منك حتى في بعد نظرك، ان انت جيت في وقت طلبت من المجلس وقلت لا ما بقاش موجود. يعني تملي كابتن الكاس معايا كده ليه حاجات، يعني احنا بنتكلم كتير على المدى البعيد بحس ان هو تملي يكسبني. كابتن ايمن شعبان، والله بص، ايمن شعبان اللي بيني وبينه مش ملوش علاقه. وعلى فكره حتى لما جبته معايا مدير كوره، انا ما جبتش ايمن شعبان اسدد فاتوره ولا كلام من ده ولا كده خالص. انا جبت ايمن شعبان راجل كان شغال في موجود في النادي، وفي نفس الوقت ان انت تعرفوه. ايمن شعبان يعني احنا كنا صحاب جدا جدا لما جه يلعب في الأولمبي هنا، يعني قوته واسرته كانوا اصدقائي جدا، واخد بال حضرتك. وهو يعني عاوز اقول لك ايمن كان يعني مش عاوز اقول حاجه فيها تفضل او كده، ايمن كان موجود في بيتي على طول. يعني انا بتكلم ايام اللعب، وصاحب اخواتي، وخش مع الله يرحمها والدتي، وكانوا بيعتبروه اخ لينا. يعني زعلان منه شويه، لكن بقول له ربنا يوفقك يا ايمن ويكرمك، تمام، وتحقق كل اللي انت عاوزه.
رساله الى نقدر نقول السبورت الاول في ظهرك سعد الجمل. انا الرساله لسعد اخويا الجمل واخويا الكابتن رمزي كامل واخويا الحاج عادل والله يرحمه طبعا اخونا الكبير كابتن كامل بقول لهم طول عمركم في اخواني واخواتي واخواني دي في السعوديه معلش طبعا اخواتي وفي ظهري وانا بطمن لما بشوفهم حوالين مني وكالعاده طول عمري بقول لهم مالكوش دعوه سيبوني في النهايه. يمكن هم ظهروا على السطح شويه السنين الاخيره لكن انا كنت مانعهم منع كلي ان اي حد حتى يرفع السماعه يقول لحد هو كده ما جاش ليه او هو كده ليه او كذا. انا كنت بحب اخد طريق لوحدي ربنا يخليهم ليا وكل سند ليا طول عمرهم هم واسرتي يعني ربنا يخليهم لك. رساله للكابتن فيصل حليوه. فيصل اخويا وحبيبي وانا بشكره جدا. يعني فيصل اي حد يعني يفخر ان هو قاتل عليه شخصيه محترمه. انا بس بعض الناس اللي كانت بتفكر ان فيصل حد كان جابه انا فيصل من الناس اللي كان يعني مرفوض جوه وانا اللي جبت فيصل يعني بقوه اصراري على ان هو يجي. واخد بال حضرتك؟ اشكره جدا اشتغل معايا وتعب معايا وكان سند قوي جدا واشتغل معايا بكل امانه وربنا وفقه وهو حاجه كبيره جدا بالنسبه لي يعني. رساله لجماهير النادي الاولمبي. بص انا بصفه عامه جماهير النادي الاولمبي انا يعني بقول لهم انا بشكركم جدا على كل الدعم اللي انا شفته منكم سواء كنت موجود او حتى بعد ما مشيت. اتمنى ربنا يوفقكم وحتى الناس الكبيره منكم اللي كل امنيتها انها تشوف النادي الاولمبي في الدوري الممتاز. مع توضيح نقطه بعض الناس بتضحك على ناس غلابه مش عارفه اللوائح تقول لهم الاولمبي السنه الجايه في الدوري الممتاز. الاولمبي عاوز يطلع محترفين ثم ممتاز. بقول لهم يعني كلنا كأي حد بينتمي للنادي الاولمبي مش درب بقى عدى من قدام النادي راح جه بنعتذر لكم على او مسؤول او حتى يعني عامل بنعتذر لكم على النادي الاولمبي ونعتذر لنفسنا النادي الاولمبي في الموقف ده التاريخ الكبير دوت واتمنى لكم التوفيق وخاصه في يعني 2 منهم يعني انا كنت مش هذكر اسامي كانوا هم اللي بيفضلوا يقولوا لي وانا اخد القرار اوعى تمشي عشان خاطرنا اوعى كذا كذا. في حد نجح انه يعني يبوظ العلاقه دي شويه او يقول لهم كلام غلط باكونتات فيك. انا ماليش في الكلام ده بس انت عارف طبعا عندي سعد يعني ما بيسيبش حاجه يعني. ففي ناس هتلاقيهم برضو يعلقوا على الحلقه بالفيك ان انا اوعدهم ان انا لاول مره يعني هرد على الفيك لان عارف مين الفيك لان انا جالي بص ده كذا 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 وانا برضو عشان خاطري يا فلان او انا بتكلم على اخويا يعني غيره عشان خاطري خلينا احنا نسيب النادي عشان الامور تمشي بشكل كويس ما نعنقرش حتى لو 1%. لدرجه ان حتى انا بتكلم معاك بقول لك كل حبه ارجع لأحمد سمير لان عاوزه ينجح. ربنا يكرمك يا كابتن. رساله للثنائي الدكتور مصطفى ابو زهره والدكتور احمد ابو زهره. بص مصطفى ابو زهره دوت اولا انا بشكر مصطفى ابو زهره لسبب رئيسي في مسيرتي انا. كون انك تقاتل عليا 8 سنين وانا لا بقعد معاك على القهوه ولا بالليل بقول لك يا درش عامل ايه ولا مش عارف ايه طب مش عارف كذا طب كذا انت فاهم قصدي؟ كون ان انا وانت بتقاتل عليا وانت الله يرحمه ابو بكر ده شرف ليا وحاجه يعني على وسام على صدري ان واحد زيك يا مصطفى بالرؤيه دي يكون شايف ان كيتا يعني من بنتكلم في 10 سنين ان ده مدير فني النادي الاولمبي. تقول له ايه كمان بعد فوزه بمنصب عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم؟ وانا على فكره مصطفى يعني بمجرد النتيجه ما طلعت يعني رنيت عليه كده فتح على طول. يعني انا ممكن حد كان بيقول لي هتمشي رد عليا على طول قلت له يعني الحلم اللي احنا كنا متكلمين فيه من زمان ان احنا كنا يعني احنا كنا بنتكلم كصغير هو وانا كنت برضه لسه يعني انا اكبر منه بس كذا ان لا انا هبقى في كذا وانت هتبقى في كذا. هو سبقني طبعا لكن انا هعديه يعني. احمد ابو زهره هو نموذج محترم جدا ونموذج مشرف جدا وعارف انك هتاخد خطوات كبيره. ما تزعلش مني من الكلام اللي انا قلته. انا عارف ان انت ما تحبش ان انت يعني وانت ما قلتليش عشان تزعل اصلا. انما انت ربنا هيوفقك بنيتك الصافيه واجتهادك. نختم الرسائل باحد رموز الاسكندريه الكبار الاستاذ محمد مسلحي.
لا ده يعني مش عايز اكبره، ده الاب بتاع البيت الكبير محمد مصلحي. محمد مصلحي بالنسبه لي انا شخصيا انا بحترمه احترام غير عادي. محمد مصلحي ولا اخفي لك يعني سرا يعني في ازمه اخويا محمد سلام في بدايتها، يعني كان ما كان يعني حته المساعدات والحاجات دي. انا معايا عيله سلام، عيله يعني وسلام الله يرحمه ناس عفيفه جدا، ما بتحبش يعني حتى لو في احتياج مثلا سلام في المستشفى وكذا وكذا، كان اول واحد جالنا المستشفى الله يرحمه شخصيا. لو عاوزين حاجه، عاوزين هنا، عاوزين هنا، عاوزين هنا، كان واقف وقفه. انا بشكره جدا وهظل اشكره كتير جدا جدا عليها، واقول له ربنا يوفقك، انت نموذج مشرف جدا جدا لاسكندريه، وربنا يعني يكرم ويوفق نادي الاتحاد في وجودك ان شاء الله. ان شاء الله. طبعا الكابتن كيتا بنشكرك شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا على الحلقه دي. حبيبي يا استاذ وليد، حبيبي يا استاذ صلاح، بشكركم جدا جدا جدا. وبقول لك من دلوقتي انا يمكن اضطريت ان انا اطلع رد، انا عمري ما كنت بطلع رد ولا حاجات زي كده، لكن انا برضو مطالب قدام جماهير جدا يعني كتير يعني حابه كيتا وشايفه ان كيتا اتظلم، ما ترد، فانا مش عاوز التراش ده. انا طلعت، انت رئيس نادي اتكلمت، انت عضو مجلس اداره اتكلمت، انت مدرب اتكلمت، فبالتالي خلتني الكلام اللي انا كنت مديهولك في ورق طلعت قلته بعد يومين ثلاثه من اقالتي، قلت لك اتفضل 1 2 3 4 وسكت عليه. كلمه واحده اقولها وانا عارف انها ممكن تفجر حاجات بس هقولها. لازم النادي الاولمبي مسؤولين يبقوا مقتنعين النادي الاولمبي لازم يكون في الدوري الممتاز. ما ينفعش يتقال من حد، مش هقول اسمه ولا عمري هقول اسمه الا لو عاوزين بعد كده اتكلم او حد طب مين، طب كلام انت، طب يا تقول يا تسكت، هقول ما عنديش مشاكل. ان مين قال لك ان احنا عاوزين نصعد الدوري الممتاز؟ وسامحها بودني لما قدمت استقاله الفتره المره الاولانيه وقلت انا همشي ومش همشي حاجه زي، سامحها بودني حد بيتكلم اوه مع كيتا كذا كذا كذا، ممكن في فرصه للدوري الممتاز، والفرصه اديكوا شفت سبورتنج كانت في فرصه. انت النهارده لو انت كنت مقتنع ان في فرصه وعندك يقين ان انت عاوز الفرصه، فكان لازم تبقى في دفعه اكتر من كده شويه. مظبوط. خد بال حضرتك؟ بدون ذكر اسم، طب اللي قال ومين قال لك الاولمبي عايزين يصعد الدوري الممتاز ده مسؤول في مجلس الاداره؟ مسؤول قال لما حد بيقول له، وانا كنت للاسف يعني سامع الكلام، الاولمبي اقفوا مع كيتا، في عندكم فرصه والله تصعدوا دوري ممتاز. قال لك مين قال لك ان انا مش عاوز اصعد دوري ممتاز، انا عاوز ارجع بس الاولمبي زي ما كانوا خلاص. ده الفكر اللي الناس بتفكر بيه. عاوز نقول لو حد قال لي انت كذا ولا كذا، هقول انا ما بخافش من حاجه، انا اصلا ما بخافش من حد، بس انا احتراما لان الشخصيه اللي قالت كده انا للاسف يعني مش للاسف، انا فخور طبعا بيه طبعا ان انا على المستوى الشخصي يعني ان انا بحترمه جدا جدا جدا. تمام. ربنا يوفقك. نشكرك شكرا جزيلا كابتن كيتا، شرفتنا ونورتنا. الله يخليك يا سيدي. شكرا حبيبي، شكرا. اعزائي مشاهدي ومتابعي 5 اسكندراني، ده كان لقائنا الشيق والممتع والمثير، وحلقه مثيره بالفعل مع الكابتن كيتا. انتظرونا الحلقه القادمه وحوار ولقاء ساخن مع ضيف من العيار الثقيل. تصبحوا على خير.